النهاردة جايلكم بحكاية من الحكايات اللي بتمس القلب، فيها خير وفيها شر، فيها لحظة ندم ولحظة ندام. قصة هتخليكم تفكروا مرتين قبل ما تعملوا أي حاجة. بس قبل ما نحكيها نصلي الأول على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحط اللايك الجميل زي قلوبكم الجميلة. واللي لسه مش مشترك بقناتي ياريت يشرفني بالاشتراك. ويلا بينا نقرب مع بعض ونسمع حكايتنا الجديدة. الشر اللي بتعمله بيرجع لك والخير كمان. كان يا مكان في أحد الأيام كان في واحدة ست طيبة جدا، وبتحب تعمل الخير للي تعرفه واللي ما تعرفوش. وكانت كل يوم بتقوم الصبح بدري تعجن وتخبز العيش لولادها، بس كانت دايما بتعمل رغيف زيادة وتحطه على شباك بيتها لأي حد جعان يكون معدي فياخده. وكان كل يوم بيجي راجل فقير أحدب بياخد الرغيف من على الشباك بس من غير ما يشكرها ولا حتى يبص وراه، وكان بيردد دايما جملة غريبة: الشر اللي بتعمله بيرجع لك والخير اللي بتعمله بيرجع لك برضه، ويمشي من غير أي كلمة زيادة. الست دي في الأول كانت مبسوطة إنها بتساعد الراجل الأحدب الفقير ده، بس بعد شوية بدأت تتضايق وتقول لنفسها: هو إيه حكاية الراجل ده؟ لا بيشكر ولا بيحسس الواحد إنه مقدر المعروف، وكل يوم نفس الجملة الغريبة دي، هو يقصد إيه بالظبط؟ وفضلت تفكر في الكلام ده لحد ما جالها يوم وقالت: خلاص أنا زهقت منه، هو مش بيقدر اللي بعمله، يبقى أخلص منه وخلاص. وفي اليوم ده وهي بتجهز الرغيف كالعادة قامت ورشت عليه شوية سم، وكانت ناوية تحطه على الشباك، لكن وهي ماسكة الرغيف ايديها بدأت ترتعش، وقالت لنفسها: أنا إزاي أعمل كده؟ أنا هقتل راجل بريء ما عملش أي حاجة ليا. وفي لحظة ندم خدت الرغيف ورمته في النار، وراحت عملت رغيف جديد وحطته على الشباك زي عادتها. جال أحدب زي كل يوم وخد الرغيف وقال نفس الجملة: الشر اللي بتعمله بيرجع لك والخير اللي بتعمله بيرجع لك برضه، ومشي في حاله. وهي واقفة بتبص عليه وقلبها مليان مشاعر متلخبطة. الست دي كان ليها ابن مسافر بقاله سنين مش عارفة عنه أي حاجة، وكل يوم وهي بتخبز كانت بتدعي من قلبها إنه يرجع بالسلامة. وفي نفس اليوم اللي كانت هتسمم فيه الرغيف بالليل الباب خبط. فتحت الباب لقت ابنها واقف قدامها، وشه شاحب، هدومه مقطعة، باين عليه التعب والجوع. أول ما شافها قال لها بلهفة: يا ماما، والله دي معجزة إني وصلتلك، أنا كنت تايه على بعد أميال وكنت هموت من الجوع والتعب، وفجأة لقيت راجل أحدب بيعدي، طلبت منه أكل فاداني رغيف كامل، قال لي إن ده أكله الوحيد في اليوم، بس هو شايف إني محتاج له أكتر منه. الست أول ما سمعت الكلمة دي وشها اصفر وبقى شاحب، وقعدت على طرف الباب من الصدمة. افتكرت على طول الرغيف اللي كانت هتسممه، ولو كانت حطته على الشباك كان ابنها هو اللي أكله. ساعتها فهمت المعنى الحقيقي لجملة الراجل الأحدب: الشر اللي بتعمله بيرجع لك والخير اللي بتعمله بيرجع لك برضه. ولما خلصت الحكاية فهمت الست إن الخير عمره ما بيروح هدر، وإن ربنا دايما بيرد الجميل في وقته المناسب، واللي كانت هتعمله بنية شر رجع عليها بخير كبير ما كانتش تتوقعه. العبرة اللي ممكن ناخدها من قصتنا النهاردة: اعمل الخير وارميه البحر، لأن اللي بتديه لغيرك هيرجع لك في يوم انت محتاج فيه أكتر من أي حد. افتكروا دايما الشر اللي بتعمله بيرجع لك والخير كمان بيرجع لك. واستنوني مع حدوتة جديدة من حواديت سارونا، حواديت دايما فيها عبرة وحكمة من قلب الحكاية.